أنا اسمي سامح، واللي هاحكيه ده مش قصة أنا مألفها عشان تخافوا، دي قصة حصلت لي فعلا وقلبت حياتي الجحيم في يوم وليلة. أنا ومراتي سارة كنا زي أي اتنين بنحب بعض وبنينا حياتنا خطوة بخطوة. سارة دي كانت أحلى حاجة في حياتي، ضحكتها كانت كفيلة إنها تمحي تعب اليوم كله. بس فجأة الضحكة دي اختفت. البداية كانت تافهة جدا، حاجات بسيطة ما بتاخدش بالك منها، يعني مثلا ألاقي سارة سرحانة قدام المراية بزيادة، أو بتشتكي لي إنها بتسمع حد بينادي عليها مثلا وهي لوحدها في المطبخ. ودايما أنا كنت بقول لها ده أكيد إرهاق، أنت ما بتناميش كويس يا سارة. بس الموضوع دخل في الجد ليلة ما صحيت الساعة 3 الفجر على صوت خبط منتظم جاي من أوضة النوم. وأول ما فتحت عيني ما لقيتش سارة على السرير. لفيت بعيني في الأوضة، لقيتها قاعدة على الأرض في الضلمة ومدياني ظهرها، وكانت بتهز جسمها لورا وقدام وبتمشط شعرها بإيديها. بس لما ركزت لقيتها ما بتمشطوش، دي كانت بتقطع شعرها. فقلت لها سارة، انت صح يا حبيبتي؟ ما ردتش عليا وقتها وفضلت تكمل اللي بتعمله. وفجأة سمعت صوت نفس غريب جاي من الركن بتاع الأوضة، بس النفس كان نفس تقيل قوي كأنه نفس راجل. مديت ايدي بسرعة على الكومودينو وجبت التليفون ونورت نور الكشاف. لقيت سارة لفت وشها ليا، بس عينيها ما كانتش طبيعية. العينين كانوا مبرقين جامد جدا، ووشها كان باهت زي الميتين. وقبل ما اسألها مالك، لمحت خيال طويل جدا واصل لحد السقف كان واقف وراها وساند ايده على كتفها، وايده كانت سودة جدا وضخمة، وضوافره كانت طويلة جدا ومغروسة في جسمها. وأول ما نور الموبايل وجهته عليه اختفى في ثانية كأن الأرض بلعته، وسارة راحت واقعة من طولها مغمى عليها. ومن الليلة دي ما بقيتش أشم في الأوضة غير ريحة بخور قديم، والريحة دي فضلت موجودة مهما هوينا البيت أو رشيناه. كانت ريحة بخور قديم قوي. وقتها أنا قمت بسرعة ورحت لسارة عشان أفوقها، وأول ما فاقت ما كانتش فاكرة أي حاجة. كانت بتبصلي باستغراب وبتقولي مالك يا خالد وشك أصفر كده ليه؟ أنا ما كنتش عارف أقول لها إيه، أقول لها إن أنا شفت خيال طويل، ولا أقول لها إن أنتِ كنتِ قاعدة بتقطّعي في شعرِك. ما عرفتش أقول لها إيه وفضلت ساكت. بس للأسف السُكات ده كان أكبر غلطة. ومن اليوم ده بدأت ألاحظ إن سارة بقت بتكره وجودي. أي لمسة منّي، أي كلمة حلوة، كانت بتتحوّل دايمًا لخناقة كبيرة جدًا ما لهاش أي سبب. ونظرتها ليّا كانت نظرة قرف، كإنها مش شايفاني سامح اللي بتحبه، شايفاني عدو ليها مثلًا. وفي يوم كنت راجع من الشغل بدري فدخلت البيت بالراحة علشان أفاجئها. أول ما دخلت لقيت الصالة ضلمة جدا والبيت هادي ومفيش أي صوت فيه. مشيت في الطرقة أدور عليها أشوفها في المطبخ ولا في الأوضة ولا فين. وأنا ماشي سمعت صوت ضحكة جاية من أوضتنا. كانت ضحكة سارة، بس ما كانتش ضحكتها لوحدها. كان في صوت ضحكة بسيطة كده كأنه بيهمس بس صوت رجالي. كان الصوت ده بيضحك بعد ضحكتها بالظبط. وقتها أنا وقفت قدام باب الأوضة وحطيت ودني وأنا مستغرب. سمعت سارة بتقوله بصوت ناعم قوي، لأ هو لسه ما جاش خلّيك شوية. وقتها أنا الدم غِلي في عروقي، زقّيت الباب بأقوى حاجة عندي وأنا باصرخ: "مين معاكِ؟ أنتِ بتكلمي مين يا سارة؟" بس أول ما دخلت الأوضة كانت فاضية، وسارة كانت قاعدة على السرير وهدومها كانت متلخبطة وشعرها كان منكوش، وكانت بتبُص لي وقتها بغضب مش طبيعي. بس السرير الناحية التانية كان هابط شوية، كأن في حد كان قاعد عليه ولسه قايم. والأوضة ريحتها نفس البخور بس كانت بزيادة أوي المرة دي. كانت الريحة تخنق أوي لدرجة إن أنا بدأت أكح. وقتها أنا لقيت سارة بتصرخ فيا وبتقول لي أنت إزاي دخلت كده؟ أنت عايز مني إيه؟ اطلع بره. وقتها أنا كنت واقف مذهول، مراتي بتطردني من أوضتي. لسه هرد عليها لمحت حاجة في المراية بتاعة الدولاب، لمحت خيال أسود طويل ملوش ملامح، بس ليه عينين. عيونه كانت منورة بضوء أحمر باهت قوي. كان واقف وراها بالظبط وبيمد إيده على رقبتها، وسارة كانت بتميل راسها كأنها مستمتعة بلمسته. وقتها أنا جريت عليها ومسكت كتفها وبدأت أهز وأقول لها فوق يا سارة، مالك يا سارة فيكي إيه؟ في حد معاكي؟ في اللحظة دي حصل لي حاجة عمري ما هنساها طول حياتي. لقيت سارة بتبصلي وفجأة وشها اتشنج وقوتها بقت مش طبيعية. زقتني بإيد واحدة رمتني في آخر الأوضة، وبعديها لقيتها جت وقفت قدامي وبصت لي وقالت لي بصوت مش صوتها، كان صوت راجل عجوز مبحوح قوي:
قالت لي ابعد عنها، دي بقت ملكي، أنا اللي كنت معاها في أحلامها وهي طفلة، أنا اللي استنيتها تكبر عشان أخدها، أنت مجرد ضيف تقيل، ولو ما مشيتش هاخد روحك قبلها. بعديها لقيت سارة مسكتني شدتني طلعتني بره الأوضة وقفلت الباب. في الوقت ده أنا كنت مصدوم وخايف ومرعوب ومذهول ومش فاهم أي حاجة. وقتها أنا ما كنتش عارف أعمل إيه. مراتي حبيبتي فيها كيان بيشاركني فيها، كيان بيحبها بجنون وبيغير عليها مني لدرجة إنه مستعد يقتلني. الليلة دي أنا قضيتها في الصالة ما كنتش قادر أغمض عيني. كل ما أغمض عيني كنت بسمع صوت وشوشة كانت جاية من ورا باب أوضة النوم. كان الكلام بلغة غريبة جدا، كأنه ترتيل أو طقوس بتتعمل جوه. وأول ما نور الصبح طلع والشمس بدأت تدخل من الشباك استجمعت قوتي وقررت أدخل لسارة. دخلت الأوضة فعلا، لقيتها نايمة في هدوء غريب وشكلها كان صافي جدا كأن مفيش حاجة حصلت امبارح. وقتها أنا قلت لنفسي يمكن كابوس، يمكن أنا اللي اتجننت وبيتهيألي حاجات. رحت قعدت جنبها على السرير ومسكت إيديها، وفجأة سارة قامت مفزوعة وصرخت صرخة هزت حيطان البيت كله. ولقيتها بتبصلي برعب وبتقولي ابعد عني، انت بتعمل فيا كده ليه؟ وقتها أنا كنت مصدوم وقلت لها أنا بعمل فيك إيه يا سارة؟ ده أنا بحاول أساعدك. لقيتها شدت إيديها من إيدي ورفعت كم القميص بتاعها وورتني دراعها. دراعها كان مليان عض، كان فيه آثار أسنان بشرية واضحة جدا لدرجة إن الجلد بتاعها كان لونه أزرق. والأسوأ من كده إنها لفت وورتني ظهرها كان مليان خربشة، كان فيه 3 خطوط عميقة جدا بالطول كأنها مخالب حيوان مفترس. لقيتها بعدها عيطت وقالت لي انت بتدخل عليا بالليل ولا نايمة وبتعمل فيا كده، انت بتضربني يا سامح، انا بقيت بخاف منك قوي. انا كنت قاعد جنبها مشلول. واضح ان الكيان ده مش بس بيأذيها هي، ده بيتمثل في صورتي وبيأذيها، بيلعب لعبة قذرة عشان يخليني انا الوحش في نظرها وهو اللي بيحميها. قعدت احلف لها 100 يمين ان مش انا اللي بعمل كده، بس هي للأسف ما كانتش مصدقة. وفي عز ما احنا بنتكلم لقيت هدومي اللي انا لابسها التيشيرت بدأ يتقطع قدام عينيها من غير ما حد يلمسه. كنت سامع صوت القماش وهو بيتقطع، وبعدها لقيت صدري بيتحفر عليه نفس العلامات اللي في ظهرها، وكل ده بيحصل قدام عينيها. وقتها أنا كنت بصرخ من الوجع وقعت على الأرض ودمي بدأ ينزل. وفي اللحظة دي سمعنا ضحكة جاية من سقف الأوضة. وقتها أنا لقيت سارة برقت عينيها وبدأت ترتعش وبصت للسقف وقالت لي بهمس كان مرعب قوي، هو هنا، هو واقف فوقنا يا سامح. بصيت مكان ما بتبص بس ما لقيتش حد، بس لقيت نقط دم سودا بتنزل من السقف وبتقع على وشي، والدم كان ريحته أكنه لحم فاسد. وقتها أنا حسيت إن الكيان ده خلاص ما بقاش مستخبي، ده بقى بيمارس سلطته علينا في النور، بقى بيعلم علينا أكننا عبيد عنده. وفجأة لقيت سارة قامت ومشت ناحية ركن في الأوضة ومدت إيديها في الهوا كأنها بتطبطب على حد، وقالت له بصوت بس ما كانش صوتها خلاص يا حبيبي ما تزعلش منه، هو هيمشي دلوقتي، هيمشي ومش هيرجع تاني. ولقيتها لفت راسها وبصت لي وقالت لي تطلع بره البيت، هو بيقول إنه هيقتلك لو فضلت هنا ليلة كمان، هو بيحبني أكتر منك وبيغير عليا حتى منك. خرجت من البيت وأنا مش شايف قدامي، والدم اللي كان على صدري كان لسه منشفش، بس الوجع اللي في قلبي كان أقوى بكتير. كنت حاسس إن أنا خلاص بخسر مراتي، بخسر سارة لكيان ملوش وجود مادي بس سلطته أقوى من أي حد. وقتها أنا رحت لواحد صاحبي وحكيت له كل حاجة، وصاحبي وقتها دلني على شيخ في السيدة زينب، وقال لي الشيخ ده مش بتاع بخور ودجل، ده راجل عارف ربنا وهو الوحيد اللي ممكن يقولك تعمل ايه. وفعلا وصلت للشيخ ده. كان راجل عجوز جدا وعينه كان فيها نظرة غريبة كأنه شايف اللي وراك مش شايفك انت. وأول ما قعدت وقبل ما انطق بأي كلمة لقيته بيقول لي بنبرة هادية الريحة اللي في هدومك دي يا ابني دي ريحة ملوك الجان. أول ما قال لي كده أنا جسمي أشعر وبدأت أحكي له كل حاجة من أول ما دخلنا الشقة لحد ما سارة طردتني. لقيت الشيخ غمض عينه وفضل يسبح بسبحة خشب كانت غامقة قوي، وفجأة سألني سؤال غريب جدا. قال لي هو جد سارة كان شغال إيه يا سامح؟ قلت له وأنا مستغرب من السؤال جدها كان راجل بسيط كان عنده أرض في الأرياف وقضى عمره هناك. لقيت الشيخ ضحك ضحكة هادية كده وقال لي الأرض دي كان فيها سر، وسارة وهي طفلة داست على حاجة ما كانش ينفع تلمسها، والجن اللي معاها ده جن عاشق،
ومش داخل فيها بالصدفة، ده موروث. قلت له يعني ايه موروث يا شيخ؟ قال لي في انواع من الجن بتتعلق بسلالة معينة، والجن ده عشق سارة وهي عيلة صغيرة، وكان بيحرسها في الضلمة ومستني اللحظة اللي يكتمل فيها أنوثتها علشان يطالب بحقه، وجوازك منها كان بالنسبة له اعتداء على مملكته. وعلامات الضرب اللي بتشوفها دي علامات ملكية، علشان يعرف أي إنسي وأي جن إن الست دي هو متجوزها. وبعدها لقيت الشيخ قام وطلع كتاب قديم قوي كان جلده مهري، وقعد يفر في الورق لحد ما وقف عند صفحة كان فيها رسمة لكيان طويل ملوش أي ملامح، كان هو نفس الخيال اللي شفته ورا سارة. لقيت الشيخ بيقول لي النوع ده اسمه الطيار العاشق، وده أصعب الأنواع لأنه بيعرف يتمثل في أي صورة، وهو دلوقتي بيعزلها عنك نفسيا، والخطوة الجاية إنه هيفصلها عن الدنيا كلها، وساعتها هياخدها معاه ومحدش هيشوفها تاني. وقتها أنا كنت بسأله وأنا بعيط، طب والعمل إيه؟ مفيش طريقة أخدها منه؟ لقيت الشيخ بصلي وقال لي في طريقة بس خطيرة عليك وعلى حياتك، انت لازم تواجهه في مملكته، لازم ترجع البيت وتقعد في نفس الأوضة اللي بيظهر لك فيها وتجبره إنه يحضر قدامك، بس وقتها لو قلبك خاف لحظة واحدة هياخد روحك أو هياخد عقلك وتتجنن. فلازم حبك لسارة يكون أقوى من العهد اللي بينها وبينه. وبعدها اداني آيات قرآن ورؤية شرعية، واداني الطقوس اللي أقدر أحضره بيها. وفعلا رجعت البيت وأنا مقرر إني هعمل كده. دخلت الشقة لقيت ريحة البخور القديمة مالية الصالة بطريقة تخنق، وسارة كانت قاعدة في الصالة بس ما كانتش قاعدة لوحدها، كانت حاطة طبقين أكل على الترابيزة، طبق قدامها وطبق قدام كرسي فاضي، وكانت بتتكلم وقاعدة تضحك كأن في حد قاعد قدامها وبتهزر معاه. وأول ما قفلت الباب لقيتها بتقولي أنت رجعت ليه؟ هو بيقولي إنك جاي عشان تفرقنا، بس هو مش هيسيبك يا سامح، المرة دي هو ناوي يقتلك بجد. وقتها أنا كلام الشيخ كان بيرن في وداني، لو خفت لحظة واحدة هياخد روحك أو عقلك. وقتها أنا رحت شادت سارة من الصالة ودخلتها الأوضة، وأول ما دخلنا الأوضة وقعدتها على السرير لقيت عينيها بقت سودة تماما، مفيش فيها أي بياض. لقيتها بتبصلي وبتضحك ضحكة مش بتاعتها خالص، وقالت لي عامل لي فيها بطل وجاي تحارب؟ انت ما تعرفش انا اقدر اعمل فيك ايه، انا شفتك وعارفك من وانت طفل صغير، وشفتك وانت بتكبر قدامي، وعارف كل حاجة بتخوفك. وقتها طبعا أنا طنشت كلامه وما حطيتوش في دماغي، وبدأت أعمل اللي الشيخ قال لي عليه بالظبط. فرشت ملاية بيضة في نص الأوضة وحطيت 4 شموع على الأركان. لقيت سارة فجأة بدأت تصرخ وتتشنج وتقول لي ما تعملش كده، النار هتحرقني، اطلع بره يا سامح. وقتها أنا قلبي كان بيتقطع إني شايفها بتتعذب، بس كنت لازم أستحمل عشان يطلع منها. بعديها بدأت أقرأ الرؤية الشرعية بصوت عالي جدا. لقيت فجأة النور قطع في الشقة كلها، والشموع لقيت لونها اتغير وبقى لونها أخضر، والجو في الأوضة بقى تلج لدرجة إن نفسي كان بيطلع بخار. وبدأت أسمع صوت خبط رهيب في الحيطان كلها كأن في 100 واحد بيخبطوا في نفس الوقت. وفجأة بقى فيه هدوء مرعب أكتر من الدوشة. وبعديها شفته، الخيال الأسود بدأ يتجسد في ركن الأوضة، بدأ يخرج من الحيطة كأنه دخان بيتحول لجسم، وراح واقف قدامي. طوله كان واصل للسقف، وما كانش ليه أي ملامح، بس كان ليه عينين حمرا زي الجمر. والكائن ده لقيته بيقرب مني، بعدها حسيت بضغطة على صدري خلتني مش قادر أتنفس، وصوته طلع من كل حتة في الأوضة بيقولي هي اختارتني، هي حبتني في أحلامها قبل ما تعرفك، أنا اللي كنت بطبطب عليها وهي بتعيط وأهلها نايمين، أنا اللي شلت عنها الوجع، انت مين عشان تاخدها مني؟ وقتها انا كنت حاسس ان روحي بتتسحب مني، بس كل شوية افتكر كلام الشيخ ان حبي ليها يكون اقوى من اي حاجة. وقتها صرخت في وشه وانا ماسك المصحف في ايدي وقلت له انت استغلتها وهي طفلة، هي مراتي انا، وانت ملكش مكان وسطنا. وبدأت اقرا ايات قرآن، وانا بقرا سارة كانت قاعدة بتتلوى على السرير وبتصرخ وبتقول لي حرام عليك يا سامح انا بموت. لقيت الكيان ده هجم عليا، حسيت بإيدين زي الحديد بتخنقني، وبدأ يرفعني عن الأرض. وقتها أنا كنت بشوف الموت بعيني حرفيا، وعينه الحمراء كانت قريبة من وشي لدرجة إني شميت ريحة حريقة جواه.
وقتها أنا بصيت له وقعدت أقرأ قرآن بصوت عالي جدا. لقيت الكيان ده بعديها صرخ صرخة هزت العمارة كلها، وفجأة انفجر لدخان أسود واختفى. وبعديها الشموع اتطفت لوحدها والنور رجع. جريت على سارة لقيتها مغمى عليها، وفي دم نازل من مناخيرها وودنها، وريحة البخور القديم راحت بس اتحولت لريحة أكن في حاجة بتتحرق. في الوقت ده أنا كنت فاكر إن خلاص القصة خلصت وإننا انتصرنا. أخدت سارة في حضني وقعدت أعيط من الفرحة. بس وأنا بلف وشي لمحت في المراية إن سارة اللي أنا حاضنها كانت مغمية عينيها، بس اللي في المراية فاتحة عينيها وبتبصلي وبتضحك نفس الضحكة. وقتها أنا دورت وشي وكنت بقنع نفسي إن اللي شفته في المراية ده كان من أثر التعب والضغط اللي أنا فيه، مجرد خيالات مش حقيقي. وبعدها لقيت سارة فتحت عينيها وبصت لي بنظرة حنية كان بقالي أكتر من شهور ما شفتهاش، ولقيتها بتقول لي: سامح، أنت رحت فين؟ أنا حلمت إننا كنا في مكان ضلمة أوي وأنت جيت أخدتني. وقتها أنا حضنتها بقوة وقعدت أعيط وقلت لها: خلاص يا حبيبتي، الكابوس خلص والحمد لله إحنا رجعنا لبعض. ليلتها نمت وأنا مطمن لأول مرة. بس الصدمة الحقيقية كانت مستنياني الصبح. أول ما صحيت ما لقيتش سارة جنبي. بعديها سمعت صوت دندنة جاي من المطبخ. رحت قايم ورايح على المطبخ. لقيتها بتعمل قهوة وبتحضر الفطار، وكانت بتغني أغنية قديمة جدا. كانت بتغني يا تمر حنة. الأغنية دي اللي جدتها الله يرحمها كانت بتحبها جدا، وسارة عمرها ما غنتها قبل كده. وقفت أراقبها وهي مش واخدة بالها. لاحظت إن حركتها تقيلة وموزونة، مش دي حركة سارة الرقيقة اللي أنا أعرفها. وبعديها لما حست بيا ولفت، لقيتها بتلف بجسمها كله، كأن رقبتها ما بتتحركش لوحدها. لقيتها بصت لي بابتسامة، بس ابتسامة كانت واسعة بزيادة عن اللزوم. وقتها أنا قلت لها وأنا قلبي مقبوض: سارة أنت كويسة؟ لقيتها بتقول لي: أنا عمري ما كنت كويسة كده يا سامح، أنا حاسة إن أنا واحدة تانية. الجملة دي نزلت عليا زي الصعقة. وقتها فطرنا سوا وأنا متوتر من جوايا. بعديها لبست ونزلت وقلت لها إن أنا رايح الشغل. بس وقتها ما روحتش الشغل، رحت للشيخ تاني وحكيت له اللي حصل وإن أنا لسه بشم ريحة البخور دي في البيت رغم إني غسلت البيت كله بمية وملح. لقيت الشيخ بيبصلي بحزن وبيقول لي: يا سامح، الجن العاشق لما بيتحرق أو بيخرج بقوة ساعتها بيسيب جزء من طاقته جوه الضحية، وساعات تانية الضحية ما بتقدرش تعيش من غيره. وسارة شكلها اتعودت على وجوده في عالمها الباطن، ولما خرج ساب فراغ، الفراغ اللي هو ملاه بشخصيته. وسارة اتعودت على وجوده. وقتها أنا سألته وأنا بصرخ فيه: يعني إيه، هي سارة بقت هي الجن؟ لقيته بيقول لي: لأ يا ابني، بس سارة ما بقتش سارة اللي انت تعرفها. هي دلوقتي معاك بجسدها، بس روحها لسه هناك معاه. وقتها انا رجعت البيت وانا مش عارف هعمل ايه. هل اعيش مع الست دي اللي انا معرفش هي مين، ولا اسيبها وانا عارف ان اللي حصل لها ده بسببي؟ وفي اليوم ده بالليل وانا قاعد في الصالة سمعت صوت مراية الأوضة بتتكسر، وسارة كانت قاعدة جوه في الأوضة. دخلت الأوضة بسرعة لقيتها واقفة قدام المراية المكسورة، وكانت ماسكة حتة إزاز منها. لقيتها بتبصلي في الانعكاس وبتقولي بصوت واطي جدا: سامح، انت فاكر انك حرقته؟ انت بس حرقته بره، لكن هو جوه هنا في كل حتة في جسمي، واحنا دلوقتي بنحب، احنا الاتنين بنحبك. وهي بتقولي كده كنت شايف ورا سارة نفس العين الحمراء لمعت ثانية واحدة واختفت. وقتها انا عرفت ان القصة لسه ما خلصتش، وان التالت اللي بينا ما خرجش، هو بس استخبى. استخبى في أكتر مكان بحبه، استخبى جوه حبيبتي. وبكده تكون خلصت قصتنا يا أصدقائي. لو عجبتك القصة ما تنساش اللايك والاشتراك والشير وتفعل الجرس، وتقولي رأيك في الكومنتات. هستودعكم الله. سلام.